اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ انا شهر شريف طبعا. النهارده هنتكلم عن حاجه بنمر بيها كلنا، اللي هي الصمت في العلاقات او الصمت اثناء الخلافات، او ان احنا نفصل من بعض، انا والزوج او انا والشريك او انا والبنت او الابن او الصحاب. الفصل في العلاقات بصفه عامه، اللي هو انا زعلانه فانا مش هتكلم. والسبب الحقيقي ورا التصرف ده ان اللي ساكت بيبقى عارف انه صح. اوكي، ندخل فاتن. اوكي. يبقى سبب صمت العلاقة ان كل طرف عارف ان هو اللي صح، هو ده السبب. وكل طرف شايف انه كده هيجي على كرامته، او ان انا هبان ان انا اللي بدأت والكلام من ده يعني. طيب نبدأ بقى من الاول كده الكلام المعقول. يبقى احنا لما بندخل اي علاقه في الكون، علاقه جواز، حب، صحوبيه، صداقه، او بنكون حتى في علاقه عائليه، فاحنا دايما عندنا منها توقعات وعندنا منها رغبات. العلاقه ما بتتعملش الا لما يكون في سبب ليها اصلا. السبب في اي علاقه ان في تواصل، في حد بيضيف لي مش بياخد مني. وكمان ان انا عندي حب، ببقى عايزه اديه. احنا بنستمتع بالعطاء الحب وبنستمتع باستقبال الحب. الناس اللي بتحب تاخد بس ناس مش متزنه، والناس اللي بتحب تدي بس برضو ناس مش متزنه. فاحنا بنحب الحب ده يبقى حاجه متبادله كده، دايما البينج بونج. طيب، فلما بندخل بقى واحنا داخلين العلاقات بالحب والرغبات الجميلة دي، خصوصا العلاقات الزوجية بصفة خاصة، أو حتى العلاقات الصداقة العميقة اللي بتبقى صح يعني ذات مدى طويل، بيبقى دايما عندنا آه، مشاعر قوية ليها، عندنا دايما وجود قوي ليها، عندنا دايما إحساس قوي ليها. طيب، في الجواز بقى أو معتبر العلاقات العاطفية، لأن دايما اللي بيبقى الوتيرة بتاعتها عالية وواطية وعالية وواطية، ما تبقاش ثابتة يعني. بيبدأ بقى إيه؟ الإثارة كده والرغبات تقل، وبعدين نبدأ نتعامل بقى بالاعتياد. أول ما الاعتياد ده بيحصل، نبدأ بقى إيه؟ في أي خلافات يحصل، يا إما يبقى في خلافات شديدة، يا إما علاج صامت. والعلاج الصامت ده مشكلته بقى إنه بيتعامل بطريقة مش سليمة مع السلوك نفسه، أو مع المشكلة، أو مع الخلاف. إحنا هنتفق إن أي خلاف، أو معنى صح كل علاقة فيها خلافات، كل علاقة فيها خلاف لازم. فمعنى كده ان كل علاقه فيها صمت؟ لا. طيب، يبقى الطبيعي ان في خلافات في العلاقات، انما اللي مش طبيعي هو التعامل ببرود في العلاقه، او التعامل بفصل العلاقه. مشكله بقى غياب الكلام في العلاقه، زي الكلام الوحش في العلاقه، زي الشتيمه كده. الاتنين بيأذوا، بس ده اذى على جوه، على النفس، محدش بيشوفه. والكلام أو التصرفات السلوكية الأخرى المؤذية حاجة ممكن الناس تشوفها وتهاجمك عليها. كويس كده؟ طيب، مشكلة الصمت في العلاقات، أو بمعنى صح في الخلافات في العلاقات، إن هو بيضربها في مقتل. لأن حضرتك اللي بيتضرب العلاقة يعني اتنين بيتواصلوا، فلما نوقف التواصل العلاقة خلاص بتموت. طيب، يبقى الأول دلوقتي هنبدأ نشرح بقى إيه هو بقى العلاج الصامت في العلاقات، وإيه هو المعنى للعلاقات، وإيه أسبابه، وإزاي نتخلص، أو معنى صح نتعامل مع الناس الصامتين معانا. طيب، يبقى المعاملة الصامتة هدفها أو مشاعرها، أنا كصامت قاصد إن أنا عندي حق على طول، بغض النظر إيه الموقف فين، بس أنا عندي حق وخلاص. طيب، المعاملة الصامتة هي في الأساس تجنب أو تجاهل شخص ما في علاقة. يبقى أنا في طرفين، في طرف منهم فاصل والكهرباء قطع عنده خلاص فصل بقى مش عايز يشتغل. ودي ممكن تبقى بقصد أو بغير قصد، بنية سيئة أو بغير نية سيئة، بقوة أو بضعف. يعني دي بقى بتحمل كل حاجة وعكسها فعلا يعني. طيب، عيبه إنه أول حاجة إنه بي بيعمل فصل في مشاعري تجاه الآخر. الآخر ما بيعرفش أنا حاسة بإيه، ما بوصلوش مشاعري غضب ولا فصلان ولا كره ولا توتر
ولا خوف ولا عدم قدرة على التعبير ولا حاجة خالص. أنا بقى كأني هي بالظبط كده قطع كهرباء. طيب كمان ده الناحية اللي أنا الطرف التاني بقى المتلقي، كمان عدم اعتراف بيه، لأن أنا ما بتعاملش كأني مش شايفك، كأنك مش موجود، كأنك مش هنا. فده الشعور ده وحش. والشعور التاني كمان وحش، مفيش كونكشن. حضرتك انا ما عنديش اي حاجه اعملها قصاد هذا الباب او الحيطه اللي اتعملت قصاد حد انا شايفه انه هو لا شايفني ولا سامعني ولا قادر يوصل لي رساله، ولا انا بيني وبينه اي حاجه تقدر تفك او تربط اللي انا فيه دلوقتي، تسيبني حاجه اسمها ستاك ستيت بقى، اللي انا قاعده لازقه في حته اسلك فين. طيب ممكن بقى تتسمى باسماء تانية: البعد، المماطله، التجنب، احترم النفس. مسميات بقى نفضل نقولها احنا طول النهار، انما هي في الاساس وفي قلب الموضوع هي علاقة صامتة. طيب ممكن تبقى يوم، 2 شهر، 2 سنين. بنشوف عائلات كتير فيها الناس دي، وبنشوف ناس كتير في حياتنا فيها الناس دي، وبنشوف خلافات في البيوت فيها الناس دي. ممكن تكون ان حد اسبابها ان الفكرة بقى بتاعتها انه انا قررت ابعد عن المناقشه التقيله والسخنه او اللي فيها مشاكل، لان انا مش قد الموضوع ده، فانا هرجع خطوه لورا او هفصل علشان انا ما بعرفش اتناقش. او المناقشه دي فيها غلط فانا برضو ما بعرفش اغلط، فانا مش بعرف اتعامل في الموضوع ده. طيب المعامله بقى الصامته دي، هل بتعد سوء معامله ولا معامله كويسه؟ انا دلوقتي احسبها فين؟ ما انا قاعده مش عارفه. هي الحقيقة بقى حسب النية وحسب الشخص الآخر، ودي مشكلتها. لو نية الشخص الآخر تجنب الخلاف تبقى حاجة كويسة. لو نية الشخص الآخر إن أنا بتجاهلك شخصيا تبقى حاجة وحشة. لو نية الشخص الآخر إن أنا أضعف من إن أنا أدخل في مناقشة تبقى حاجة كويسة. لو نية الشخص الآخر أنا عايزة أتحكم فيك تبقى حاجة وحشة. يبقى هي ملهاش علاقة خالص، لازم تبقى مرتبطة بالشخص مش مرتبطة بالخلاف. يعني هتقييمها هترتبط دي بتحصل من مين وشخصيته ايه، انما مش بالمشكلة. طيب علشان الناس ما تعرفش تعبر عن مشاعرها بقى، عشان كده هي بتعتمد قوي على النية وعلى الشخصية. عشان انا مش عارفة اعبر عن مشاعري بالكلام، فانا باخد الصمت ده كآلية ان انا ادافع عن نفسي، مش عارفة اتصرف، او ان انا حاسس ان انا ايه ده، انا غلطت مش هعرف اعمل حاجة فهسكت. طب والتاني ده المفروض يعمل ايه؟ يتصرف بقى. طب انا هعتذر، لا اصل الاعتذار ما بيفيدش، ما هيعمل ايه، ما انا غلطت. لا برضه بيبرد. الاعتذار يا جماعه بيعمل زي البنج اللي بيترش على الجروح، بيسكن الالم انما لا يمنع النسف، فبيبقى الموضوع اقل شويه. فما ينفعش لو انا حتى غلطت وقلت ان انا غلطانه بس الاعتذار مش هينفع، ما اعتذرش. ما انا شلت البنج بقى، فانا وبعدين وبعد البنج بيتشيل، ما انا هسيبه يتوجع وينزل في وقت واحد حاجتين؟ طب ما اعمل حاجه واحده استفيد بقى من الموضوع ده البنج ده، بان انا اعمل حاجة واحدة بس، يبقى على الأقل هو بينزف بس مش كمان بينزف بيتوجع ويصرخ. يبقى الاعتذار لو مش هيصلح هيبنج ويسكن الألم، ودي حاجة كويسة قوي. طيب يبقى لو أنا بقى نرجع تاني للصمت، لو أنا مش بعرف أعبر عن مشاعري يبقى دي أنا عندي ضعف، يبقى مش معاملة سيئة، يبقى عندي إرهاق. عندي إرهاق في العلاقة، حاسة إن أنا مرهقة نفسيا مرهقة جسديا، ان انا اقدر ادخل او اكمل النقاش في الخلاف ده. فانا بسكت، انا بسكت. بالنسبه للي جم جداد، احنا بنتكلم عن الصمت في العلاقات، هل هو صمت عقابي ولا صمت صمت ضعف؟ يعني انا بعاقب الشخص اللي قدامي ولا انا بعاقب نفسي؟ هنا ممكن جدا. طيب يبقى عشان انا ممكن ما اعرفش اعبر عن مشاعري، عشان انا اضعف من ان انا اقول اللي انا عايزه اقوله، عشان انا مرهق جدا نفسيا مش قادره اتكلم، دي طريقه. او ان انا عامل حاجز بقى من الصمت العاطفي بيني وبين الشخص الاخر. هنا ندخل في المنطقه المسيئه، انا قاصد ان انا اعمل حاجز ومتعمد وعايز كده. طب مشكلتها انها هتوقف التواصل، العلاقه يعني واحد واحد واحد، ها انا قفلت واحد، العلاقه فين؟ مفيش، وقفت خلاص. طيب ليه بتموت العلاقة؟ لأن هي بتستهدف
أكتر جزء حيوي في العلاقة اللي هو التواصل، بتستهدف قلب العلاقة، المادة بتاعت حياتها، الدم اللي بتعيش عليه العلاقة دي. التواصل هو الحاجة اللي بتعيش العلاقة، هو الدم اللي بيضخ في قلبها. طيب كمان بتبقى مسيئة لأن الشخص التاني بيحس بإنه مأذي وإنه منبوذ وإنه مش ملوش قيمة ووجوده زي عدمه، وأنا مش حاسس باحترام النفسي وحاسس مش قادر أسيطر على المواقف وإن أنا مش حد كويس. وكمان بيرهق ان انا ابقى طول الوقت مشغول بالشخص التاني بيعمل ايه، بيفكر في ايه، وقصده ايه، وقصده من السكوت، طب هو عايز يوصل لفين. فطبعا ارهق نفسيا بقى، لا عارف انام ولا عارف اركز في حاجتي الحياتيه ولا عارف اعمل حاجه، كل مشدود ناحيه الشخص الاخر ورايه وتفكيره، فهو ساحبني بهذا الصمت تماما تجاهه وبيلعب بيا. ليه بقى؟ لان انا قاعد يا ترى يا ترى يا ترى، فانا قاعد بضيع وقتي في يا ترى، ما عنديش ولا اجابه، مفيش اجابه واحده واصله لها اوصل بيها في لغه للتواصل، خصوصا مع الشركاء او حتى مع الاصحاب القريبين او مع الناس القريبين في العيله. هعمل ايه؟ ما انا مش عارفه بفكر في ايه اصلا. طيب يبقى دي طريقه، ده تاثير الصمت في العلاقه. مشكلته ايه بقى؟ اذاه، اذاه داخلي ما حدش يعرف يتعرف عليه، عذاب نفسي بيأذيني محدش هيشوفه، لا حد هيسمع خناقات ولا حد هيشوف علامات، يبقى داخلي محدش حاسس، كارثي بمعنى الكلمة، أثره ما بيروحش بسهولة. كمان مشكلة الصمت العقابي أو اللي بهدف، أنا اتكلمت في الأول عن الصمت لما يكون مقصود إن أنا اللي ضعيف، ده قصة، يبقى التاني لازم هو اللي يبدأ. إنما الصمت المقصود أول حاجة إنه مؤذي، اتنين بيمنعني أو بيحرمني من حقي المناقشة، بيحرمني في المناقشة الصحية السليمة، حقي في التعبير عن نفسي. كمان استمرارية الصمت بتخليني دايما استنزف نفسيا تجاه هذا الألم اللي أنا مش عارفة أحله، لأن أنا ما عنديش أطراف العلاقة في الحاجتين. الحاجة التانية إن يخليني مش نفسي، إنه أبقى مجبرة على الاعتذار لمجرد إن الطرف التاني يقبل يتكلم ويسمع وهو مقرر إن أنا اللي غلطانة، فأنا خلاص لازم أعتذر عشان أوقف هذا الاستنزاف الداخلي اللي أنا بتعرض له. كمان رفض المحادثة بيخليني أطلع العيوب اللي عندي أنا وأبدأ أحطها as excuses للطرف التاني، عشان أنا جوايا ما أحسش إن أنا نزلت كتير، فأنا أبدأ أخترع له أعذار، ما يمكن أنا، يمكن أنا، ما يمكن أنا، ما يمكن أنا، ما يمكن أنا، ما يمكن أنا، لا بلا بلا بلا، وأسيبه هو خالص سليم زي الفل. الطريقة دي بتخليني إيه؟ ليه بعملها؟ دي آلية طبيعية جدا للدفاع عن نفسي، علشان أنا ما أحسش إن أنا ضغطت على نفسي واتنزلت أكتر من اللازم وأنا جيت على كرامتي والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي. فبضطر أدور له على أعذار، أدور أدور أدور. تمام. كمان الصمت بيخلي الصامت ده يقدر يلومني أنا، ما انت السبب، ما انت اللي قلتي، ما انت اللي عملتي، ما انا عملت، ما انا حتى لو ما عنديش، فابدا انا يحصل لي تشويش، ده كلامه صح. طريقه للتحكم، هسكت والا تعملي لي اللي انا عايزاه، فشويه كتير قوي فيها ابتزاز عاطفي، فانا ساكته عشان تنفذي اللي انا عايزاه. يا تنفذي يا ما فيش علاقه. كمان تأثير على قراراتي من خلال إيه؟ الصمت ده، إن أنا مش هعرف أعمل اللي أنا عايزاه، لأني لو عملته الصمت ده هيستمر وهفقد العلاقة المهمة في حياتي. طب هعمل إيه؟ هغير قراري عشان الصمت ده يقف، حتى لو ده لمصلحة الشخص الآخر ومش لمصلحتي تحت إني سيتويشن، مصلحة فردية. يبقى المصلحة هنا اتوجهت وطاقتي أنا هنا راحت للشخص اللي متعمد، لازم ناخد بالنا من الكلمة، هذه الإساءة النفسية. أوكي؟ طيب كمان في ناس بتسكت عشان تجنب نفسها مسؤولية المشاكل.
لا، المشكلة حصلت وأنا ساكت. طب أنا أعمل إيه؟ أنا اللي هبدأ وأنا اللي هشرح وأنا اللي هوضح وأنا اللي هقول وأنا اللي هفهم إزاي تفك القصة دي وأنا اللي هفهم إزاي تعتذر، وبعدين أنا اللي برضو هسكت في الآخر والموضوع يخلص، لأن اللي قدامي ما عندوش الأدوات. ودي ممكن تحترم شوية لو هو شخصية ما عندهاش الأدوات دي، نعلمها له بقى أو نعلمها لها. اللي هو أنا ما بعرفش اتكلم. اوكي، يبقى انت محتاجه حد هو اللي يقومه، هو اللي يقول لك تعالي انت غلطانه في كذا كذا كذا، وانت ما بتعرفيش تعملي كذا كذا، وانت طق 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 طق، يحط لك الخطوط خارطه الطريق بتاعت حضرتك، وبعدين كمان يقول لك اعتذري. حضرتك ما عندكيش اي حاجه خالص. فده لو شخص ما عندوش الادوات دي. انما لو عنده الادوات دي ومتجنب، نرجع تاني لنقطه الاذى المتعمد، او ان انا ما احملش نفسي المسؤوليه فاسكت لحد ما المتضرر من هذا الصمت هو اللي يبدا، علشان يخلص من العك ده ومن الصمت ده، وبعدين يبدا يقول لك المره الجايه بيخلي بالك واحد اتنين تلاته، حاضر الحمد لله انت طلعتي لا اعتذرتي ولا عملتي اي حاجه خالص. التاني هو اللي تولى مسؤوليه قياده العلاقه. كمان رفض الاعتراف باحقيه الطرف التاني في تبادل الكلمات، بمعنى ان في حاجه، في مشكله حاصله، انا ساكت فانت رحتي قافله على الطرف الثاني، لا ما فيش كلام، ولا انا هتكلم ولا انت هتتكلم. ايوه، المشكله هتحل منين؟ تسكت لوحدها. هنسيب الامور لما تهدى. ودي غلطه كبيره جدا بيقع فيها ناس كتير. يعني ايه الامور تهدى اصلا؟ مين اللي هيهديها؟ يعني ايه اللي هيحصل تهديها؟ هتبقى عامله زي النار اللي بنسيبها نقول هتبرد لوحدها. هي هتبرد لوحدها فعلا، بس بعد ما تكون كلت البيت كله وخلصت عليه وحرقته هو البيوت اللي جنبه، يبقى في خساره. إنما دخول ساعة النار أو ساعة الحريق وإطفائها، يمكن يكون في شوية أذى، كلمتين جامدين، يمكن في خناقة، يمكن صوت يعلى، إنما على الأقل الباقي هيفضل. على الأقل مش كل حاجة هتتحرق. مهم قوي ناخد بالنا من الكلمات. ما ينفعش أبدا إن احنا نقول هستنى ما الأمور تهدى. نو، ما بتهداش. ممكن تقولي أنا معاك ضد المشكلة، مش ضدك، أو ضد أو معاكي ضد المشكلة. لما انا مش ضدك، انا معاكي، بس احنا محتاجين نهدى. ده فرق كبير جدا. انت هنا دخلتي او انت هنا دخلت جوه المشكله واتكلمت بانك فاهم ان في مشكله، انما انت مستني انا وانت كطرفين نهدى لحد ما نقدر نتكلم. لكن ده مش معناه صمت عقابي، ده صمت إيه للهدوء بقى. بس انا متفقه انا وانت اهو الاول، او انا وانت اهو الاول. كويس كده. مشكلة الصمت العقابي انه بيأثر على نفسيا بقى علينا ازاي؟ انه على مزاجنا وعلى طريقة تفكيرنا، لانه بيسحبنا دايما تجاه الطرف الصامت. طيب، في صمت تاني بيحصل في العلاقات، مش في الخلافات الكبيرة، اللي هو ايه بقى؟ اني ما ردش على تليفوناتك، ما ردش على الرسائل على طول، اني ما اسيب كده لما تستوي زي ما بيقولوا عليها. الهدف من ده ايه؟ الهدف من ده إيه؟ أوكي. الهدف من إني أفضي وقت لنفسي، أقرر أنا عايزة أعمل إيه مع الطرف التاني، وأفضي من الطرف التاني طاقته في إنه عايز يقول لي الموضوع كامل. فلما أنا أسكت شوية في اتنين في تلاتة في أربعة، الطرف التاني لازم هيقول ايه، هو ما ردش، هو هيزعل، هو ايه، طب انا مش هقول له كل الكلام ده، انا هقولها له بطريقه لطيفه، لا هقول له كذا وكذا. طب هسمع اصلا منه. شايفين انتوا فين هنا؟ احنا هنا بنبدا ننزل واحد اتنين تلاته اربعه، ونقلل مستوى او سقف الطلبات مش التوقعات. اوكي. ليه بقى الناس بتتعامل مع او بتبدا بالصمت او العقابي، او بتعامل في مشاكلها بالصمت والفصلان الجامد ده؟ اول حاجه انه دي اسمها رد فعل عدواني سلبي على الطرف الآخر. أنا بعديك بس في صمت، يلا مفيش كده، احنا قفلنا، مفيش النهاردة خلاص، مفيش، مش عاجبك مفيش، لا كويس ولا وحش. فده عدوان سلبي، إن أنا قطعت فرصتك إنك تدافع عن نفسك أو تناقش مطالبك أو تطلب احتياجاتك أو تقول سبب غضبك أو اتنين.
الناس اللي تكون مرت بتجارب مؤلمة وهم أطفال، بمعنى إن أنا مش من حقي كطفل إني أعبر عن مشاعري. لو قلت مشاعري أهلي هيعاقبوني، أنت راجل، أنت عيل، أنت عيلة، أنت كبرتي، أنت لسه هتتكلمي، ممنوع، أنت زي ما أقول لك كده تفهمي، طخ 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 طخ. فيبقى التعبير عن مشاعري ده طلب غير قانوني جوه تربيتي. فأنا اتعلمت إني محدش يسمع صوتي، سواء أنا غلطانة أو أنا مش غلطانة، أنا محدش هيسمع صوتي. يبقى ده نتيجة التربية. أو إني تعرضت لحاجات كبيرة في حياتي وأنا طفل أكبر من مستوى عقلي، زي فقد الناس المهمين، أو التعرض لتجارب صعبة، أو النزول لمستوى اجتماعي منخفض من كذا لكذا، أو التعرض لحاجة طبيعية غير مضمونة زي الأعاصير والحاجات اللي تكسر البيوت. فدي حاجات صادمة، أنا مش فاهم ليه بيحصل لي ده. فأبدأ أخاف أتكلم عن مشاعري، لاني شايف ان المشاعر المصايب اللي حصلت لي دي حصلت لي بسبب ان انا اللي غلط، مش ان دي حاجات بره حياتي او بره قدرتي. فاتعلم اني بدل ما اقول انا اللي غلط هسكت، لحسن حد يعرف ان انا اللي غلط، او انا ما استحقش الحياه كويسه، او ما استحقش ان اهلي يكونوا موجودين، او ما استحقش ان حياتي تكون سعيده، او ما استحقش المستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه يفضل موجود. دي عقلنا بيفلترها. فدي ممكن تبقى نقطة برضو من السكوت والصمت. كمان العائلات اللي بيبقى طبيعتهم في الخلافات يسكتوا. هم كده، انا متخانق ساكت، مامتي وبابا متخانقين ساكتين، انا واخويا متخانقين ممنوع تتكلموا، ممنوع تسكتوا. طب فانا فهمت واتربيت على ان دي الطريقه، رد الفعل الطبيعي، انه انا اسكت في اي خلاف. حضرتك في مشكله، الصمت الرهيب وخلصنا. طب هو ده اللي انا، هذا ما وجدنا عليه اباءنا يعني. طيب كمان لما الناس يبقى عندها مشكلة في التواصل، يعني أنا ما اتربيتش أتكلم أصلا، أشرح، أقول، اتربيت أخد أوامر، حتى لو بحب، بس أوامر 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 أوامر، ما أقولش ما أقولش ما أقولش ما أقولش. فبرضه لما يجي في مشكلة ومطلوب مني أعبر عن نفسي، أسمع الطرف التاني أو أتكلم إحنا فين، لا حضرتك أنا ما عنديش التولز دي أصلا، أنا ما اتربيتش عليها، هو ده بيتعمل إزاي؟ طيب كمان من الحاجات اللي بتحصل عدم النضج النفسي. عدم النضج النفسي بقى اللي هو ايه، انا لحسن يقولوا عليا ما اعرفش اتكلم في، ما اعرفش اقول الكلام صح، دي واحده، لحسن يبان ان انا متفاعل كده، وان انا يعني راسي براس اللي قدامي. لا لا لا، انا اعلى من كده. ايه تاني، لحسن الشريك او الشريكه يفتكر ان انا بتنازل عن كرامتي وفي غلط حاصل وانا مش قابله، او ان انا صح دايما ما بغلطش. ف لا 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 لا، الليفل ده مش هتكلم فيه. يبقى كل حاجه ما فيهاش نضج ووعي. الناضج بيعرف يعبر عن مشاعره، اللي عنده نضج بيعرف يتكلم. الساكت عنده مشكله، لان طبيعتك انك تتكلم، عن طبيعتنا ان احنا نتكلم، طبيعتنا ان احنا نقول المشاعر. لو عكس ده في حاجه ناقصه. تمام. طيب أسكت بهدف التحكم في سلوكيات الطرف الآخر، أجبره يعمل اللي أنا عايزه بما إني ساكت. يا تعمل يا إما، يا تعمل يا إما مفيش تواصل، يا تنفذ يا مفيش تواصل، يا تتنازل يا مفيش تواصل، يا إما تبطل تتعامل بمشاعرك، عشان كده أنا مش قابلها فمفيش تواصل. فهي نوع من السيطرة الغير مباشرة. ساعة ما انت بتسيطري او انت بتسيطر، انا عملت لك ايه؟ ده انا سكت. لا هو سيطر طبعا، لانه اجبرك على تصرف انت مش عايزه، بناء لطلبك الطبيعي كبني ادم للتواصل في علاقة مهمة في حياتك. فاللعبة دي طب لا، عدم التواصل يا جماعة اتحركوا. ما حدش يقول لك لا ما انا عملت، انا سكت. لا ايوه سكت وبعدين عملت ايه بعد ما سكت؟ في تواصل يعني، في كلام، او قلت لي احنا ساكتين لحين اشعار اخر، هنتقابل الساعه كذا اليوم الفلاني هنبدا نتكلم؟ لا، ده السكوت الى ما لا نهايه. بس سكوته الى حد غيرنا يبدا بقى، ولا حد يجي لنا من بره. فاهمين؟ فما ينفعش نقول الصمت ده مش تحكم، ده نوع من التحكم الغير مباشر. كمان يبقى عقاب برضو باللامبالاة، ان انا، انت مش هماني، او انت مش هممني، او مش مهم، مش مهم، مش محتاجك. فافضل انا ادور على حاجه تخليك محتاجني عشان انا محتاجه، مش عشان انا عايزه ابين ان انا غلطانه، لا عشان انا محتاجه تواصل طبيعي. طب هبدا اتنازل، هبدا اعمل تصرفات واضغط على نفسي
وفي الآخر هبقى حد شبهي، وفي الآخر هبقى حد مش شبهي. يبقى كتر التنازلات اللي أنا بعملها لمجرد إن اللي قدامي ساكت، هيبقى أنا في الآخر حد مش شبهي خالص. طيب، كمان مشكلة الصمت إنه بيموت في العلاقات الزوجية أكتر من العلاقات الصداقة شوية، لأنه بيخلي مشاعر الرومانسية تبدأ تتضارب مع مشاعر الغرام، لأن أنا بحبه بس هو بيهملني. ده مش إهمال، أنا بقيت بشوفه ده بيهمل، ده ما بيشوفنيش أعمل حاجة، ده ما بيهتمش بيا. بيتحول الصمت لمشاعر تانية تحت بنود العلاقة الزوجية، منها الإهمال، منها التجاهل، منها عدم الحب، ومنها كمان الرغبة في وجود شريك آخر. انك تحس ايه ده بيدور على واحده غيري، ده هي بتدور على حد تاني، هي حد تاني عجبها، يبدا لان حد بيسيبك او بيسيبك تتخيلي مع نفسك وتفضلي تقلبي في عقلك رايح جاي في ايه، بس كده. فبرضو دي مهمه على المدى الطويل، وعلى قطر الصمت العقابي. الخساره بتبقى للي بيصمت، على فكره الخساره عليه جامده جدا. طيب، لما كمان يبقى سلوك مكتسب، بمعنى ان حد علمني ان دي انسب طريقه للتعامل مع الناس، اللي يهينك اسكت، اللي يزعلك اسكت، اللي يتزعق له اسكت، اللي لا اسكت، طق طق اسكت 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 اسكت. فحضرتك قفلت لي، هي دي طريقه تعاملي الوحيده مع العالم الخارجي، ان اي حاجه تحصل لي اسكت. اسكت عشان انا عايزه احترم نفسي، واسكت عشان انا مش عايزه اغلط، واسكت عشان انا مش مهتم، واسكت علشان انا اكبر من كده، واسكت علشان اللي قدامي يحتار، واسكت علشان ما انزلش المستوى الخلاف. فايوه، الاجابات ايه؟ ده دواء واحد لجميع الامراض؟ ما ينفعش طبعا. يبقى لازم وانا بسكت اسكت ليه الاول؟ اذا كان في حاجه تخليني اسكت او اتكلم بثبات. طيب، كمان في حاجه ممكن نعرفها، ده اللي كنت بقوله في الاول. ليه الصمت ممكن يكون احترام وقلة احترام، حب وقلة حب، ممكن يبقى ضعف وممكن يبقى قوة، ممكن يبقى تحكم وممكن يبقى عدم قدرة على السيطرة. لأنه لازم نعرف مصدرها طالع ازاي، الشخص اللي بيعملها ده هدفه ايه منها، طبيعته ايه، والتأثير بتاعها. وده سؤال تسأليه عادي، انت لما كنت ساكت او لما كنت ساكتة كان هدفك ايه؟ اقول لك انك غلطانة، ادي واحد، ده تحكم. ما بعرفش اتكلم، يبقى ده مش تحكم. اتخضيت، ده مش تحكم. انت غلطتي وانا مش عاجبني، تحكم، لانه ما شرحش وما اداكيش المساحه للشرح، منع او حرمك من الحق بتاع الشرح. يبقى خلينا واضحين، كل كلمه اسالي من غير ما تخافي، مش في خساره اصلا. الخساره ان في قطع للتواصل، فما فيش خساره جد اكتر من كده. طيب، دلوقتي اتكلمنا عن المعامله الصامته واسبابها والفرق ما بين الاتنين مع ان سلوك واحد. تاثيرها بقى، اول حاجه بتدمر اي علاقه حميميه، اي علاقه جواز تجيب اجله في ثانيه مش هتخليها قاعده اصلا. ليه بقى؟ لان هم هيفتقدوا لاهم حاجه بينهم، اللي هو التواصل. الرغي اللي بين الراجل ومراته ده خلص، خلاص العلاقه فين حضرتك؟ الحاجه التانيه هيبقى مفيش رضا عن العلاقه، لان العلاقه الزوجيه علاقه طويله المدى وعميقه الجذور. فانا حضرتك بتقطعها لي من الاول، هنعمل ايه بعد كده؟ ولا حاجه. كمان بتخلي واحد من الطرفين اللي هو بيتعرض لهذا الصمت يحس بقى بالنبذ والإحباط والغضب وعدم الحب والتجاهل، وإن أنا مش محبوب ومش جدير ومش مهم، وأبدأ أشك في نفسي. كمان اللي كنت بقولها، بس دي أكتر في الأزواج، العلاقات الزوجية، يعني إن أنا أبدأ أتحول لحد تاني يرضي الطرف ده. وعلى فكرة كلنا عارفين إن ده بيكون تحول ظاهري. انت مش بتبقي انت بتبقي حد اللي قدامك يرضي اللي قدامك بس، لكن انت مش حد شبهك. انت حد عايزه توقفي المشاكل، فخلاص ماشي هعمل ده، لكن انا بره بعيد قوي قوي في حته لوحدي، مش مع الشخص، حقيقتي مش مع الشخص، ومش سعيده ومش راضيه، ومش هيستمر ده كتير. طيب، الحاجه التانيه ان احنا
بالصمت عمرنا ما هنقدر نحل المشاكل، لانه حضرتك المناقشه فين؟ هي المشكله تتحل ازاي اصلا؟ هتفضل موجوده حتى لو في كلام ظاهري، انما المشكله لم تحل. طيب، من ضمن الاسئله اللي ممكن نسالها واحنا بنسمع دلوقتي، هو ده حاجه سامه في العلاقه؟ الحقيقه لو حاجه نادره، لو مش بتحصل كتير، تبقى لا، لان دي علاقه طبيعيه ممكن يبقى فيها انخفاض وارتفاع وفيها يعني تغيرات طبيعيه. إنما لو مستمرة وهذا هو الأسلوب الأوحد حضرتك، يبقى احنا في علاقة سامة على طول كده. طيب، العلاج الصامت ده احترام ولا عدم احترام؟ الاتنين زي بعض. العلاقات الصامتة فيها كل شيء وعكسه. ممكن تبقى احترام، ممكن تبقى قلة احترام، ممكن تبقى ضعف، وممكن تبقى مش ضعف، وممكن تبقى تجنب، وممكن تبقى مواجهة. كل حاجة ممكن تبقى ضعف، وممكن تبقى سيطرة واستغلال كمان. ممكن تبقى ابتزاز عاطفي. هو دي الطريقة، أنا ساكت وفاصل، يا تعمل اللي أنا عايزاه وأنا مش هنا أصلا. فهي كل شيء وعكسه. عيب العلاقات الصامتة هذه المشكلة، إن هي كل شيء وعكسه. كل حاجة مهما تخيلتيها العكس بتاعها موجود. بيحبني ولا مش بيحبني ما تعرفيش، انت مش عارفة، انت واقفة in the middle of nowhere، اللي هو أنا في كل حتة بس مش عارفة حاجة. أوكي. طيب، هي بتصنف شكل من أشكال التنمر العاطفي. شوفوا قد إيه أذى. حاجة كبيرة، حاجة أذية كبيرة، حاجة مؤذية للغاية. طيب. طيب، ماذا لو أنا بقى قلت ولا هممني وهتجاهل بقى المعاملة الصامتة دي، ولا فارق معايا هو هيتجاهل ولا هي هتتجاهل، وأنا قصادها 200 تجاهل، 2 في 4 في 10، هضرب أكتر كمان. طيب، أول حاجة حضرتك هتحسي بوحدة طبيعي، لأن حضرتك هو بيتجاهل وأنت بتتجاهلي، فأنتوا الاتنين متجاهلين بعض، فزي الفل، كل واحد قاعد لوحده. 2، فقد الثقة في النفس، لأن أنت بتتجاهلي ظاهرا، باطنا حضرتك شغالة هو إيه، أنا هرد بس، فأنت في رياكشن. الرياكشن ده اللي أنت بتعمليه ده معناه إن عند عقلك بيشتغل 24 ساعة، فهو ما يهديش ولا حاجة. فده بيأثر على صحتنا النفسية، بيبقى متوترين ومضغوطين وغضبانين وحاسين إيه ده كله، إيه الهبل اللي إحنا فيه ده كله. فكل ده حتى لو أنت قررتي إنك تتجاهلي، فحضرتك هتكوني مسحوبة ودريند جدا جدا. ايه اللي لازم ما عملوش اثناء العقاب الصامت؟ دي حاجة مهمة جدا قبل ما نقول هنتعالج ازاي. اول حاجة، هنحس بغضب وحزن وعدم سيطرة ولا بلا بلا بلا، ما ننسقش ورا ده، نقف شوية ونهدى كده ونقف بخطوة بالراحة. اول حاجة، ما تستجيبيش للغضب، لا مش هيصلح. 2، لا تتوسلي ابدا، ولا تتوسل ابدا، لانه مش هيحل. لانه لو مستمر على هذا الصمت العقابي، فحضرتك هتحس بانك داون، او حضرتك هتحس انك داون للاخر، لان في حد رفض وجودك، او رفض طريقتك، ورفض التنازل في حد ذاته. 2، ما اعتذرش الا عن اخطاء بس، مش بناء عن رغبات. يعني اعتذر عن ايه؟ لو انت شايف انه غلط، انت المفروض عاقله وفاهمه، اعتذري طبعا. لكن لو مش غلط، ما تعتذريش. ما ينفعش، لان حضرتك هنا بتغذي الايجو بتاعه بقى، انا او الايجو بتاعها هي، او الشخص الاخر يعيش بقى خلاص انتصرت وخليته تنازل وعامل اللي انا عايزه، بغض النظر ده حقيقي ولا مش حقيقي، بس هو في الاخر ضغط. عيب الحركه دي او الاعتذارات الغير مسببه، ان هي دايما بتخليكي تشوفي نفسك دون المستوى، بتشوفي نفسك دايما اقل، بتشوفي نفسك دايما لازم تبذلي اكتر عشان العلاقه تمشي في النظام الطبيعي، لازم تكوني انت الطرف المعطاء. ايوه، حضرتك هتخلصي بدري وهتغضبي بدري وهتسيبي كل حاجه بعد ما تكوني بنيتيها، هتسيبيها وتمشي. ده اللي بيحصل نتيجه العطاء المفرط، لانك بتخلصي، ففي الاخر ما فيش حاجه هتعمليها، خلاص كفايه، انا ام دان. اوكي، فنبقى فاهمين ليه الاعتذارات الغير مبرره خطر. كمان ما تتكلميش وحش عن الشخص الصامت، لانك ما تعرفيش هو صامت ليه. انت واقفه انت النص في الهوا كده، وانت مش عارفه هو من عنده حق ولا ما عندوش فعلا، فما تتكلميش وحش. كمان ما تاخديش الموضوع بطريقة شخصية على نفسك، لأن ده مش عيب عندك، ده عيب عند الطرف الآخر الصامت. فما ينفعش أقول هو صامت واخد الموضوع على قلبي، لا.
كمان في حاجة مهمة قوي في العلاقات، حتى لو صداقة، حتى لو أهل، حتى لو عيلة، حتى لو ناس من الشارع، المهم إن في علاقة بينك وبين، ما ينفعش أهدد بإنهاء العلاقة لمجرد إن الشخص اللي قدامي صامت، لأن ده سبب واحد وسبب فردي. العلاقات ما بتتنهيش على سبب فردي، العلاقات بتنتهي على أسباب كتيرة تبقى أدلة، مش تبقى أسباب. أسباب يبقى معناها حاجة عندك، عندي أنا، عشان وعشان وعشان، دي كلها عندك، ده رأيك. العلاقات بتنتهي بالأدلة المجردة اللي مش رأي، اللي هو كذا، ويعني في العلاقة مش نافعة ليه؟ مش عشان رأي كده، لا، عشان في حقيقة كده، في خلل في العلاقة. ليه العلاقة هنهيها؟ ليه؟ مش عشان أنا مش مبسوطة، ده رأيك كويس، عشان بيتجاهلني، رأيك كويس، عشان وتبر. إنما العلاقات بتنتهي لما أقول إن هو إن العلاقة بيني وبينه ما فيهاش تواصل، ده مجرد علشان أنا العلاقة لا تضيف لي ولا تسعدني، حتى لو كان ده رأيي أنا، فأنا ما باخدش منها، لكن هو ما بيسعدنيش، ده رأيي. إنما العلاقة نفسها ممكن جدا تقولي أنا مش سعيدة في العلاقة، حددتيها وجربتيها، وأسباب عدم سعادتك بتبقي عارفاها كويس. فالعلاقات ما بتنتهيش بسبب، العلاقات بتنتهي بأدلة. عندي دليل إن أنا وهو مش نافعين مع بعض بدليل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وحاولنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومليار. مش هو الشخص المناسب ولا أنا الشخصية المناسبة له، ممكن يكون رائع وممكن تكوني أنت رائعة، بس ده ملوش علاقة خالص ها بثبات العلاقة. أسباب استمرارية حاجة، سوري، أسباب الزعل حاجة، وأدلة العلاقة نفسها دي حاجة تانية خالص. طيب، إزاي بقى نتعامل مع العقاب أو الصمت العقابي بكرامة؟ طبعا صعبة وتقيلة، إنما لازم تتعمل علشان ما يستمرش، ما يبقاش الموضوع مستمر إلى ما لا نهاية، احنا مش قاعدين نجرب مين فينا الأطول. أول حاجة هتشرحي نفسك بوضوح، أنا الطريقة دي بتعمل لي واحد اتنين من غير خجل، لأن ده ملوش علاقة خالص بالكرامة، ده له علاقة بشرح المشاعر. أنا بتضايقني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. اتنين، كوني صادقة مع نفسك وثابتة مع الموقف مهما اتقال. لا، الموضوع بيبقى عقابه كذا بالنسبة لي، بيعمل لي واحد اتنين تلاتة، بيضايقني وبيعمل لي إحباط ويشككني في نفسي، وي 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 وي، مش مهم الطرف التاني، مش مهم هيستغل ولا مش هيستغل، انت هتكوني واضحة. ما تهتميش دلوقتي بطريقة الاستغلال، انت هتهتمي بان الاسلوب ده كاسلوب في العلاقة مش مناسب لتكملتها. هو ده الخطر. اوكي، الطبيعي ان تحصل خلافات، لكن الطبيعي ان في الخلافات يبقى في تواصل عشان تتحل اذا كان في هدف للحل. كمان المناقشة المفتوحة بدون ما يكون في تأثير وضرب على الطرف الآخر. أنا قلت هتقولي مشاعرك، أنا مش أنت، لا، مالكيش دعوة بأنت دي. كمان خليهم يعرفوا إن ده تأثيره إيه عليكي على المدى الطويل، وتأثيره إيه عليكي على المدى البعيد ببساطة. كمان بنبرة غير متعالية، يعني مش من حقك تعملي لي كذا، دي نبرة متعالية، لكن ده بيضايقني، لا طبعا دي مش نبرة متعالية، دي نبرة بتوضح. كمان اتعلمي زي ما هتشرحي نفسك هتسمعي، وهتسمعي بدون احكام. احكام يعني تقولي ان ده انت عملتي كذا وكذا هو هنا بيحكم، لك او انت عملتي كذا وكذا ابقى انا هنا بحكم. لازم اقول ان برضه الطرف الاخر يتكلم ان حصل كذا كذا فانا فهمت كذا كذا، او التصرف ده ضايقني، كل حد يتكلم على منطقته، ده من غير احكام، ده رؤيتي انا ومشاعري انا. كمان وضع حدود. ليه بقى وضع حدود؟ الطريقه دي هتميز في ان الكلام ده بيضايقني، الكلام ده بيزعلني، الكلام ده ما بحبوش، الطريقه دي مش عارف ايه، يبقى انت هنا بدات تحطي واحد اتنين تلاته اربعه، ادي الحدود. بعد كده نبقى عارفين تخطي الحدود ده هيعمل مشكله ولا مش هيعمل مشكله. ساعتها مش هنقول عشان في صمت عقابي، هنقول عشان في تخطي للحدود، هنحدد بقى، هنعرف نوضح المشاكل بتحصل منين. كمان نبقى اذكياء، ما نستناش لما يبقى الصمت نفسه غير صحي علينا احنا الاثنين، ان احنا اعتدنا وحبيناه قوي وحاجه وعجبنا الموضوع قوي فحبينا نكرره، اللي هو ايه، جميل قوي يلا احسن. طب ما احنا الاثنين هننفصل وهنبعد وهنبعد وهنبدع وهنبعد، حتى لو في روابط ظاهريه هي اللي ماسكانا، الولاد، البيت، الجواز، الصحوبيه، الصداقه، العمل، وتبقى هي في الاخر هتبقى روابط واهيه
للغاية هتتقطع في ثانية. وإلا ما كانش اللي عندهم ولد انفصلوا، ولا كان اللي عندهم شغل سابوا بعض. لا، التواصل هو الرابطة الأساسية والأقوى على مدى الحياة. كمان تفهمي هو التجاهل ده كان بقصد ولا لأ، بضعف ولا بقوة، غلطتي ولا ما غلطتيش. لو غلطتي اعتذري، ما غلطتيش اوعي تعتذري. كمان تراقبي سلوكك، تشوفي السبب اللي وصل لده ايه. كمان ممكن جدا في وقت بقى ما تكوني عبرتي عن المشاعر وعبرتي عن المخاوف وقلتي كل اللي ضغطك، نستنى بقى. عندك وقت نصلح، عندك فرصة ازاي نصلح، عندك فكرة ازاي نصلح. لو احنا الاتنين هدفنا السعادة، لو احنا الاتنين مش ضد بعض، احنا ضد المشكلة، ضد الخناقة. اوكي. حاجة مهمة قوي بقى، أثناء التعامل في الصمت تهتمي بنفسك جدا، تهتمي بنفسك بطريقة قوية. تخلي بالك على صحتك، على عقلك، ما تتوتريش. تهتمي بلبسك، بعنايتك، تكتبي يومياتك، تروحي تعملي حاجة مفيدة لنفسك، تصلحي حاجات عندك مش عارفة تصلحيها. المهم إن يكون نوع من الاعتناء النفسي. ليه؟ علشان ما تنسقيش قوي قوي وتنجرفي ناحية الصمت ده، والطرف الصامت يبدأ يستنزفك. ده مش صح. وبعدين تركزي، هو ده حصل ليه؟ أنا بعمل ده ليه؟ اللي حصل ده أسبابه عند مين؟ وتكتبي. مش عيب حتى لو عندك، مش عيب، احنا بنصلح نفسنا، مش عيب انه عند الطرف التاني، هنصلحه لو هو مهم. تمام. يبقى الاعتناء بالنفس لانه بيخليكي ثابته وتعرفي تفكري من غير ما تخافي، انما الانجراف بيخليكي تنسحبي وتحسي انك تستحقي هذا الصمت. كمان نروح لحد، لو محتاجين نروح لحد يساعدنا نروح، مش عيب. عيب ان احنا نخسر حياه او ناس لهم قيمه ولهم وجود ولهم ثمن وعمر وكل حاجه اتصرفت. طيب، يبقى لو حسينا ان الموضوع مش هينفع والدنيا باظت خالص، اسأل الطرف التاني انت عايز ايه. لازم هو يكون صاحب القرار، لانه صاحب القرار الصمت وحضرتك كنت متلقي. فقرار الكلام او العلاقة نفسها كمان، لما تحسي انك حاولتي وعملتي كله، في الاخر بقى مفيش حل، لازم توصلي انك تقفي فيها عند نفسك وتطلبي تحديد الهدف من هذا الصمت عشان على اساسه تتعاملي. يبقى النقط المهمة اللي خدناها: التجاهل هيخلي المشكلة أكبر. المنافسة مش مين فينا اللي هيبدأ، المنافسة مين فينا قادر على الإصلاح. التركيز على حل المشكلة مش على الخناقة. السلام الداخلي اللي بيني وبين نفسي وبيني وبين الآخرين أهم من مين فينا يبدأ. كل علاقاتنا مهما كانت حاجات مهمة، العلاقات ما بقتش زي زمان، بقت حاجات كتيرة، بقت علاقة وعلاقتي معاه وعلاقتي مع نفسي وعلاقتي مع الناس وتأثيرها وكل الكلام ده بقى فيه أبعاد كتيرة قوي. أبقى فاهمة أنا عايزة ده ليه، بتعامل في العلاقة دي إزاي وليه. يبقى المعاملة الصامتة مش صحية. الإساءة هتبقى، لو مستمرة الإساءة أو مستمر الصمت الإساءة ويبقى تنمر عاطفي. نتعلم نعمل حدود، ونتعلم كمان إن إحنا نطلب، نفهم الطرف التاني إن عدم التواصل بيوصلني معاك لعدم الأمان، وعدم الأمان ده نقطة بتخليني ما أقدرش أبذل في العلاقة وما أقدرش أدي للعلاقة. مفيش حد بيحط فلوسه في بنك وهو عارف إنه هيتسرق على طول كده، وش كده فخلصنا. اديني الأمان عشان أعرف أدي. انتهت السيشن. أتمنى إنها تكون هادية وجميلة، ونشوف أسئلتكم.